مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويسرنا في هذه الليلة الطيبة في مجلس الأخ الفاضل أحمد قيدوه الشحي، رجل غني عن التعريف، رجل له باع طويل في التراث، ورجل قدم جهود كبيرة في التراث وجمع تراث، وسمى قرية باسم رئيس الدولة حفظه الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سماها قرية محمد بن زايد التراثية. واليوم مستضيفنا في مجلسه احنا والاخوان الاخ مسفر بن ناصر والشباب وعياله في مجلسه المبارك، ويسعدنا ويسرنا أن نلتقي به ونعطيه الميكروفون، فهو كفو في كل ما يجيبه ولا عليه أمر، هو اللي ما عنده يجيبه، سواء من تراث سواء من شعر سواء من أي شيء. تفضل يا طويل. الطيب، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. التراث طول عمرك او المحافظه مثل ما احنا حافظنا الحين على التراث هذه، هاي كانت وصيه ابونا الله يرحمه ويغفر روح الجنه، مؤسس الدوله زايد بن سلطان الله يرحمه ويغفر روح الجنه، في كلمته المشهوره او الشهيره على تواصل على من ليس له ماضي ليس له حاضر. هاي الكلمه المغفور له كان يرددها سواء في لقاءاته العدائية أو التلفزيونية أو الصحف المحلية. فإحنا طول عمرك مشينا على هالمبدأ، فجمعنا من المقتنيات المخلفة اللي هي المقتنيات الأثرية والتراثية، يعني في مقتنيات مخلفة من جدودنا ومن أهالينا، وفي طبعا جمعناها هذا شيء من هدايا اخوان والناس في رواق وتركب شباك الطيب. نعم، قدمها طول عمرك اهداء للقريه، وهي شرف لنا. اما المحافظه بعدين احنا بنتحول الى المتاحف الرئيسيه، نتكلم ازيد عن المقتنيات الموجوده قدامنا ان شاء الله. اما مسمى القريه باسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه ويطول بعمره. آمين. هذه كانت مبادرة سعيت فيها في العيد الوطني ال41 لدولة الإمارات العربية المتحدة. أطلقنا الاسم هذا من بعد أخذ آراء اللي هم الدكاترة والناس اللي يحضرون القرية. وعلى فكرة أنا عندي دكاترة من جامعة الإمارات، هذا لهم زيارات سنوية عندي. لهم زيارات سنوية عندي في المتحف هذه، وبعض الأخوة الشيوخ أدنى في أمارة راس الخيمة الله يطول أعمارهم، فقالوا أبو عمر أن اللي يستحق المكان هذا اسم أقوى. انزين، وأبو خالد مستحق الاسم، قلت له والله كفو، وقدمنا رسالة عن طريق وزارة الإعلام وإيتنا موافقة، والحمد لله أطلقنا اللي هي تغيير الاسم من اسمي الشخصي إلى قرية محمد بن زايد التراثية. ونفس اليوم أطلقنا مبادرة ثانية اللي هي بمناسبة عيد الوطن 41، مركبة روح الاتحاد. مركبة روح الاتحاد هذه أطلقناها مبادرة من إمارة رأس الخيمة إلين تمر على 7 الإمارات في الدولة، وشاركت في مسيرة ياس في أبو ظبي، كانت بعد الفروسية المركبة هذه طلبوها القيادة وزارة الداخلية، وطلع فيها أنا ما قدرت أطلع لأن أنا ماخذ اليوم اللي هو لفة كاملة وتعبت، لأن صار ما أقدر أمشي فيها أكثر من 60-40، لأن فيها عليها شاشات تلفزيون وعليها شاشات وعليها إعلام وصور الشيوخ والمؤسسين وكلمات الحكام الله يرحم من توفى منهم ويطول العمر الموجودين. فطلع حركها أخوي من هنا إلى أبو ظبي، وكانت المسيرة واقفة تنتظر وصول العالية هذه اللي هي مركبة روح الاتحاد، وشاركت معهم في المسيرة. وهاي مبادرة العيد الوطني 41. ويا مرحبا ويا مسهلا، الله يحييك. وإن شاء الله بعدين احنا بنتجه وياكم على المتاحف داخل، وبتطلق صور
وبنشرح لكم بعد عن الصور الله يحييك. على الواقع. الله يحييك. يا مرحبا ويا مسا الله يطول نتشرف عمرك. طال عمرك بزيارتك. والله شرف لي. وبصراحة يعني نشكرك على حسن الاستقبال والكرم والجود اللي قدمته لنا. ما عليكم ذوق. وروح الاستقبال الطيب، ما وهذا عليكم ذوق. الله يطول عمرك. يعبر عن أصالتك وعن طيبك وعن طيبة أصلك وفصلك، وله غريب عليكم الشعب. الله ما عليك زود، ما عليك حياك زود. الله الله. يطول عمركم. الله يحييك. كلكم هالكرم وهاليود، وانتم ناس الكرم معروفين. الله مش من يسلمك. الحين. الله يحييك. الحين تو انا اخوي الحين بي قال لي ابوي هذا ريال خوي انا، هو علامي. الله يحييك. قلت انا قال ريال خوي انا الحين بيكم. نعم. يا مرحبا ومسهلا. وغنيين عن التعريف، وكلكم ما شاء الله عليكم متميزين، منكم الشعراء ومنكم العلماء ومنكم ما شاء الله. الله يحييك ولا عليكم زود. الله يطول عمركم. يا مرحبا.